بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم مرة تانية في وصفة جديدة وحاجة كده ضرورية في كل بيت، وهي السمنة البلدي. ازاي تعملها في بيتك بطريقة سهلة ومضمونة ونضيفة بإيدك انت. يلا بقى نشوف الطريقة عشان تقدري تعملها وتخزنها قبل رمضان. بصي يا ستي، انت هتجيبي اللبن او الحليب بتاعك الكمية اللي انت حباها، وبعدين تسيبيه في التلاجة كذا يوم لحد ما يروب ويعمل طبقة قشطة فوق، وبعدين نجمع طبقة القشطة دي، وبعدين نبدأ نعملها. حتى لو اللبن ده مربش هو برضه هيكون طبقة قشطة هنستعملها او طريقة تانية ان انت ممكن تشتري القشطة من اي حد مضمون ونضيف وتعمليها برضه. بعد ما جمعنا القشطة كده هنحضر حاجة واسعة ونعملها فيها ونغسل ايدينا كويس، وبعدين نفضل نلف فيها بالطريقة اللي انا بعملها دي. لو عندك كبة ممكن تستعملي الكب، بس انا بصراحة ما عنديش كب. دلوقتي هنفضل نلف فيها كده لحد ما تحس ان هي بتتقل معاك. هتفضلي تلفي فيها كده بايدك في اتجاه واحد، وتلمي بقى من على الجوانب. لما تيجي على الجوانب تلمي القشطه اللي على الجوانب وتشوفيها بقى، يعني هتاخد وقت معاكي قد ايه. انا بصراحه خدت معايا حوالي 10 دقايق، ممكن انت تاخد معاكي اكتر اقل مش فارقه، يعني كده كده هتطلع ان شاء الله. لا، رمضان جاي بقى، كل سنه وانتوا طيبين، وخزناها في بيتك واستعمليها زي ما تحبي وقت ما تحبي تعمليها بقى الاكلات اللي انت عايزاها. ساكتة ليه؟ ما تصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ايوه تمام كده. شفت بدأت تسيب من ايدي ازاي؟ احسن حاجة والله يا جماعة ان احنا نعمل كل حاجتنا في بيتنا، يعني تعملي اي حاجة في بيتك يعني الحاجات دي ممكن تخزنها برضو قبل رمضان. تجيبي سمنة قشطة كده وتعمليها وتلفيها وتطلعها سمنة بلدي تستعملها في بيتك قبل رمضان، في الكنافة بقى والقطايف والجلاش. وكل سنة وانتوا طيبين. بصوا هي بدأت تلم معايا اهي، بفضل الف فيها كل مدى وبتفرول معايا وتحس ان هي ايه بتتقل والسائل اللي جواها بيتفرز. خلي بالكوا السائل بتاعها ده مش هنرميه، هنستعمله برضه، هخزنه. ممكن تخزنيه في اكياس او في كيس كده تحطيه في الفريزر وتطلعيه في اي وقت تعملي منه معجنات، تعملي بيه عيش بقى، تعملي قرص، تعملي اي حاجة انت حباها. المهم مش هنرميه، مش هنرمي اي حاجة منها. بصوا السائل بدأ يطلع اهو، شفتوا؟ ايوه تمام كده. هلمها بقى، هنلمها كده وتقدري تخزنيها كده في التلاجة عادي في الفريزر، تستعمليها تطبخي منها او تسيحيها. هعمل لكم بعد كده فيديو تسيح السمنة، طريقة تسيح السمنة، ازاي تسيحيها وتخزنيها وتستعمليها عندك في التلاجة وتستعمليها على طول وتقعد معاكي فترة طويلة. هعمله لكم، بس تابعوني وان شاء الله هنشره لكم قريب طريقة تسيح السمنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين، عليه افضل الصلاة والسلام. ايوه تمام كده. كده دلوقتي خلاص بقت سمنة اهي، شفتوا؟ نكورها بقى كده. انا اوقات بغسلها بمية بس عادي، حتى لو ما غسلتهاش مفيش مشكلة، هي بتبقى كده تمام اوي. شفتوا؟ ما شاء الله، بألف هنا وشفا. ايوه، والسائل ده اوعي ترميه، لازم نعمله. ممكن تعملي بيه عيش فلاحي، هبقى اعمل لكم طريقة العيش الفلاحي في فيديو قريب. استنوني وانا هعمله لكم وتشوفوا بتعمل ازاي. لو عجبكم الفيديو بقى يا بنات اعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعاوزة رأيكم في التعليقات، اكتبوا لي رأيكم في وصفاتي، رأيكم يهمني. رأيكم ده هو اللي بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات تاني. شجعوني بقى باستمرار كده عشان استمر في عمل الفيديوهات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.